السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله عن لوحات التحكم. موجود معانا حضراتكم تشكيلة من لوحات التحكم. يوجد بفضل الله جميع تصنيع لوحات التحكم لعنابر الدواجن والغرف المنزلية. موجود معانا هنا حضراتكم لوحة تحكم على ترموستات فوكس 4 مرحلة كوري لتشغيل دفاية وشفاط واحد وشفاط اتنين وخلايا تبريد. وموجود حضراتكم تايمر للإنارة عشان خاطر برنامج الإظلام، يعني ينفع حضراتكم نركب تايمر على لوحة التحكم نتحكم في الإنارة ونتحكم كمان في عدد ساعات الإظلام زي ما حضرتك عايز. يعني تقدر حضرتك تظبط التايمر على عدد ساعات الإظلام اللي حضرتك عايزها، عشان لو مش متواجد في العنبر باستمرار التايمر يقدر يفصل الإنارة عن الفراخ أو عن العنبر عدد ساعات الإظلام. موجود معانا كمان حضراتكم هنا لوحة تحكم على ترموستات فوكس 4 مرحلة كوري لتشغيل دفاية وشفاط واحد وخلايا تبريد وانذار لارتفاع درجات الحراره. وموجود حضراتكم هنا تايمر شغال على خلايا التبريد، يعني ينفع حضراتكم نركب تايمر يشتغل على خلايا التبريد نظبطها زي ما احنا عايزين. يعني نقدر نشغل الخلايا التبريد دقيقه وتفصل 5 دقائق. طبعا حضراتكم الترموستات المرحله الخاصه بخلايا التبريد بتدي امر للتايمر، والتايمر يدي امر لتشغيل خلايا التبريد زي ما حضرتك ظابطها على التايمر. زي ما وضحت لحضرتك تقدر تظبط الخلايا التبريد تشتغل دقيقه وتفصل 5 دقائق زي ما حضرتك عايز على التايمر. يعني حضراتكم التايمر ده شغال على خلايا التبريد. موجود كمان هنا حضراتكم نروح التحكم على برضه ترموستات فوكس 4 مرحله كوري لتشغيل دفايه وشفاط واحد وخلايا تبريد وانذار لارتفاع درجات الحراره. والتايمر حضراتكم شغال على نفس الشفاط ده، حضراتكم تايمر شغال للتهويه. يعني حضراتكم الشفاط بياخد امر من الترموستات لو درجات الحراره ارتفعت، وبياخد امر من التايمر في نفس الوقت للتهويه. يعني مفيش مشكله ان الشفاط يشتغل معانا على الترموستات ويشتغل في نفس الوقت على التايمر. يوجد حضراتكم بفضل الله جميع تصنيع لوحات التحكم. يعني لو حضرتك عايز تصنع لوحه تحكم مخصوص ومش موجوده في الفيديو تواصل معانا ونقدر نصنعها لحضراتكم بفضل الله. يوجد حضراتكم شحن لجميع المحافظات، وطبعا يوجد متابعه ما بعد البيع. لو في اي مشكله في لوحه التحكم بقدر اتواصل مع حضرتك. ويوجد طبعا قطع غيار لوحات التحكم ونقدر نحل المشكله باذن الله. يوجد شحن حضراتكم لجميع المحافظات. كمان يوجد متر الديجيتال الحراره والرطوبه والترمومتر العادي الحراره والرطوبه. ويوجد حضراتكم جميع مستلزمات عنابر الدواجن. يوجد حضراتكم جميع مقاسات خلايا التبريد من اول المقاس المتر في 60 لحد اكبر مقاس المتر ونص في 3 متر، سمك 10 سم وسمك 15 سم. ورق الوادي زي ما وضحت لحضراتكم افضل ورق في خلايا التبريد هو ورق الوادي من ناحيه عمره الافتراضي. عمره الافتراضي لورق الوادي بيكون طويل جدا. كمان من ناحيه قوه التبريد فعلا ورق الوادي بيقلل من درجات الحراره بشكل كبير جدا. يوجد حضراتكم جميع مقاسات خلايا التبريد. كمان يوجد جميع مقاسات السقايات والعلافات الشركه الهندسيه. زي ما وضحت لحضراتكم افضل شركه للسقايات والعلافات الخامه البيور هي الشركه الهندسيه. يوجد حضراتكم جميع مقاسات السقايات والعلافات. هنا حضراتكم العلافه اللوك ال 2 كيلو والعلافه ال 4 كيلو اللوك والعلافه ال 6 كيلو اللوك. وطبعا حضراتكم الطبق التحضين الخامه البيور. ويوجد حضراتكم هنا السقايه ال 4 لتر العاديه والسقايه ال 2 لتر العاديه. يوجد طبعا حضراتكم السقايه ال 4 لتر اللوك وال 4 لتر اللي هي الهرمي. زي ما وضحت لحضراتكم خامه بيور. وطبعا يوجد حضراتكم علافه السمان، علافه ممتازه جدا استخدمناها في فتره التحضير، فعلا منعت معانا تهدير العلف بشكل كبير جدا. كمان حضراتكم العلافه شركه الهندسيه يعني خامه ممتازه جدا دي بالنسبه لعلافه السمان، يوجد باي كميه بفضل الله. طبعا يوجد كمان حضراتكم الترمبة الغاطس الخاصة بخلايا التبريد. وطبعا حضراتكم الشفاط ال 60 في 60 المصري. طبعا يوجد حضراتكم البخاخة اللي هي خاصة بالتطهير بنستخدمها في انتهاء الدورة للتطهير. والشفاط ال 60 في 60 العلافة المتر البلاستيك. طبعا الدفاية الأربعة شمعة ممتازة جدا بنستخدمها في الشتاء. وهنا حضراتكم لوحة تحكم خاصة عنبر دواجن 10000. طبعا لوحه بتشغل اضاءه وهيتر وشفاط واحد وشفاط اثنين وشفاط ثلاثه وخلايا تبريد وانذار عالي وانذار واطي. ويوجد حضراتكم الشبك الواسع والشبك التحضين. شبك التحضين اللي بنستخدمه في عمر التحضير من اول يوم لليوم السابع، والشبك اللي هو الواسع اللي بنستخدمه في تاسيس البطاريات. وطبعا حضراتكم مقاسات ادراج السبله المقاس ال 95 في 57 والمقاس المتر في متر. يوجد كمان حضراتكم قطع غيار لوحات التحكم. زي ما وضحت لحضراتكم يوجد تصنيع جميع لوحات التحكم، ويوجد قطع غيار لوحات التحكم عشان لا قدر الله حصل اي مشكله في لوحه التحكم. يوجد كمان حضراتكم وش البطاريه الجديد، وش 2 متر بيكون فيه 2 باب، وش محمل ومجلفل ضد الصدى وكمان الكتروستاتيك. يوجد كمان حضراتكم العلافه الصاج 2 متر محمله ومجلفله. ويوجد طبعا حضراتكم الشفاطات الاتحاد الاوروبي جميع المقاسات من اول المقاس ال 30 في 30 لحد اكبر مقاس ال 85 في 85. زي ما وضحت لحضراتكم قبل كده دايما بنصح باستخدام الشفاط الاتحاد الاوروبي، بيكون قوه السحب بتاعته بتكون اعلى. فعلا الشفاط الاتحاد الاوروبي بيقدر ان هو يقلل من درجات الحراره في الصيف. كمان عمر الافتراضي للشفاط الاتحاد الاوروبي بيكون طويله جدا لان طبعا الموتور بتاعه بيكون على رمان بيل.
يوجد حضراتكم جميع مقاسات الشفاطات الاتحاد الاوروبي. طبعا هنا حضراتكم البخاخه اللي هي الخاصه بالتطهير، بنستخدمها في التطهير بعد انتهاء الدوره. يوجد حضراتكم جميع مستلزمات عنابر الدواجن. طبعا يوجد حضراتكم مفتاح السرعات الخاص بالشفاط، بيركب على جميع مقاسات الشفاط الاتحاد الاوروبي والشفاط المصري. وزي ما وضحت لحضراتكم قبل كده كنا عملنا فيديو طريقه التوصيل، وفعلا المفتاح امن جدا على جميع الشفاطات. عنوان المحل حضراتكم في عزبة الهجانة، مدينة الأمل، مدينة نصر، ويوجد شحن لجميع المحافظات. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.